ليه أغلب الأسعار دايما بتنتهي برقم 9 أو 99؟ تفتكر دي صدفة؟ في علم الاقتصاد السلوكي في مصطلح اسمه ذا ليفت ديجيت افكت أو تأثير الرقم الأيسر اللي على الشمال يعني. المصطلح ده بيقول إن مخ الإنسان بياخد انطباعه الأول وقراره السريع بناء على أول رقم بيشوفه. يعني مثلا لما تشوف سعر حاجة مكتوب عليها 199، هنا مخك بيقراها إن هي 100 وشوية لأنه شاف رقم واحد في الأول، فبيعتبرها في خانة الميات. اما الرقم ده لو مقفول 200 مثلا، فهنا مخك بياخد اول رقم اللي هو 2 وبيبدا ينقل السعر لخانه الميتينات. الفرق الحقيقي هو جنيه واحد، بس تاثيره العقلي والنفسي عليك بيبقى مستوى سعري تاني خالص، من الميات للميتينات. في كتاب برايس ليست للعالم ويليام بوندستون بيقول ان الشركات بتستخدم رقم 9 واللي بيسميها الارقام السحريه في المبيعات عشان تكسر حاجز مقاومه الشراء عندك. فبيقول ان الارقام اللي بتنتهي برقم 9 بتزود الشراء بنسبه بتوصل ل 24% في بعض الحالات، مقارنه بالرقم المقفول. فعايزك تاخد بالك اول ما تشوف سعر اخره 9 عايزك تزود عليه جنيه، فبدل ما مخك يقراه 100 وشويه هيقراه 200 كاملين، وساعتها مخك هيحس بالفرق. وبقى شاركني في التعليقات، هو تاثير الرقم الايسر ده فعلا بيأثر عليك، ولا انت بتبقى فاهم الخدعه وبتعرف تحلها ازاي بطريقتك؟